في بدايه كده الفقره دي جديده وفي ناس كتير قوي ما تعرفش عن حوار سياحه اليخوت. لو هنتكلم الاول عن المركز او الاكاديميه كتدريب عشان نعرف المشاهد. الأكاديمية هي طبعا هي برضه عشان نقدمها هي فرع من أمريكا. احنا كنا ابتدينا في أمريكا في سنة 2007 و 2008 المقر هناك، وبعدين نقلنا على مصر في 2009. الأكاديمية طبعا هي اعتماد أمريكي، بتدي دراسات معتمدة من خفر السواحل الأمريكية والIMO، يعني اعتمادات دولية معروفة في العالم متخصصة في المجال اليخوت. الحقيقة المجال ده ما كانش موجود في مصر، وهو ده اللي خلانا ان احنا نسيب امريكا ونيجي ننقل على نبتدي في القاهرة، بعدين رحنا على الغردقة. احنا الأكاديمية هي بتدي الدراسات خاصة بالناس اللي هاوية مجال اليخوت، يعني زي مثلا اي واحد عايز يتعلم قيادة يخوت او ان هو عنده يخت مش يعني وعايز يسوق، او الجزء الثاني اللي هو الكوميرشال، اللي هو الناس اللي طالعه تشتغل على اليخوت. واللي بتشتغل على اليخوت دي بيبقى في انواع منها كتيره. في ناس اوريدي هي موجوده اصلا في المجال ده، رؤساء بنعمل له اعاده تاهيل تاني، وبيبقى معاه رخص يقدر ان هو يشتغل بيها في اي مكان في العالم. فاحنا بنخرج الكابتن نفسه اللي هو اللي بيسوق اليخت، واطقم الضيافه والبحاره، الكرو اللي بيشتغل على اليخت، وبنأهل كمان طاقم العمل الاداريين والموظفين ومدير المرسى اللي موجودين في المرسى، اللي هي طبعا بتبقى واقفه على اليخوت. فاحنا بندي الدراسات اعاده تاهيل، او الناس اللي بتبقى عايزه رخصه دوليه تقدر انها تشتغل بيها في اي مكان في العالم. في ناس بتقول ان هي اسمها، انا قلت طبعا مصطلح ما اعرفش صح ولا غلط، في ناس بتقول ان هي اسمها الاكاديميه البحريه الامريكيه، وفي ناس بتقول الاكاديميه الامريكيه لليخوت. المصطلح الحقيقي هي اصلا هي الامريكان ماريتايم اكاديمي، بس هنا في مصر هم بيترجموها للعربيه مشهوره بكده يعني. لكن هي اصلا امريكان ماريتايم اكاديمي، لان طبعا هي موجوده في امريكا اصلا، وهي فرع من 400 فرع للاكاديميه الام اللي هي الامريكان سيلينج اسوسيشن. تمام. حضرتك اتكلمت قبل كده عن سياحه اليخوت. لو هنشرح للمشاهد يعني ايه سياحه اليخوت، لانها جديده برضو. سياحه اليخوت هي لوحدها اقتصاد، واقتصاد قوي جدا. الحقيقه ان المنطقه العربيه ما كانتش مهتمه بيه. احنا مصر كنا يعني الى حد ما موجودين. طبعا السعوديه دلوقتي كل المشاريع بتاعتها هي مشاريع بحريه خاصه بالسياحه. السياحه ان انت تدخل فلوس عن طريق البحر، يعني ان يجي لك يخوت من بره، او ان الناس اللي بتجي لك كسياح تطلع على اليخوت اللي بتطلع في رحلات الغطس. فانك انت تقدر توفر الخدمات عشان تقدر تجذب يخوت من كل مكان في العالم. طبعا دي منظومه كبيره جدا، ودي تخصصات. يعني سياحه اليخوت دي تخصصات كتيره، في منها وكلاء الملاحيين والجمارك، وفي الخدمات اللوجستيه، وفي الاونر نفسه بتاع اليخت، وفي الوكلاء اللي هم بيبيعوا اليخوت نفسها، وفي المجال بتاعنا اللي هو ما كانش موجود واحنا جينا بيه في 2009 عشان نعرفه للناس، وهي التدريب عموما. ان انت تعمل اعاده تاهيل او ان انت تدي رخصه هي معتمده في العالم، فتقدر يجي لك ناس بيها من بره، والناس دي لما بتيجي تاخد الرخصه من عندك من هنا، فهو بيجي لك بعد كده باليخت، لان دول هواه، مجموعه هواه. واحنا طبعا بننتمي ل 400 فرع في العالم. يعني الاكاديميه الام اللي احنا الفرع بتاعها الوحيد اللي موجود في المنطقه العربيه، هو يمتلك 400 فرع في العالم. الفرع الوحيد اللي في المنطقه العربيه، في المنطقه العربيه ده من 2009 جينا بيه مصر. احنا كنا اوريدي في امريكا، وجينا مصر، وكان هو اول فرع وفي مصر. في مصر يعني الفرع الوحيد وفي مصر. هو الفرع الوحيد اللي في المنطقه العربيه، لان الحقيقه ان يعني لسه موضوع التدريب وان الناس تبقى معاها رخصه وتقدر تسافر بيها، هي لسه يعني عارف مش يعني الناس لسه مش فاهمها كويس. هو دلوقتي في موضه جديده. الحقيقه هي في العالم قديمه، ان الناس دلوقتي بدل ما بتعمل سياحه تقليديه في العالم، لا بيروح
بيأجر يخت، وعشان يروح يأجر يخت في اي مكان في العالم يبقى لازم يكون معاه رخصه معتمده يقدر يروح يأجر بيها، زي ايه، زي ما انت بتروح تأجر عربيه. نفس القصه دلوقتي الناس بيروحوا يأجروا يخوت ويقعدوا فيها، بدل ما يقعدوا في اوتيلات تقليديه ويبقى رحله عاديه بتاعتهم، لا يقدر يروح ولايات ويسافر دول باليخت اللي هو مأجره. مش لازم يمتلك يخت، لا هو بس معاه يحتاج رخصه، وان هو يكون في تدريب عنده كويس، وهو حصل على الرخصه دي اللي هي معترف بيها.